انتهى إنتاج الفيلم الإعلاني الدعائي لتبييض صفحة إيران في المنطقة. إيران التي ذبحت ملايين المسلمين في العراق وسوريا واليمن. وقف على منبره يقول: اللهم عليك بالشيطان الأكبر وسندمر إسرائيل. وحين نزل ذهب يجلس معهم يطلب العون والسلاح لإيقاف ضربات صدام حسين. إيران كونترا، قصة العشق الممنوع بين الخميني والشياطين. تحت شعار الموت لأمريكا واللعنة على اليهود، بنى آية الله الخميني فكرة الكيان الذي ألبسه لإيران والإيرانيين. بعد ثورة دفع ثمنها الإيرانيون وقفز عليها الخميني ورفاقه عام 1979. لم تدم فرحة الخميني طويلا باستلامه السلطة في إيران، فبعد عام من الثورة استشعر صدام حسين خطر الخميني ونظامه الجديد، فحرك جيوشه لدك حصون إيران في حرب طاحنة أتت على حياة مئات الآلاف من الطرفين، ودفع الإيرانيون الفاتورة الأكبر من الخسائر. في تلك الفترة وفي منتصف الحرب تقريبا قرر الخميني الارتماء بحضن الشيطان شخصيا على أمل إنقاذ حكمه. والغريب أن الشيطان وافق على طلب الخميني بعد وساطة من الكيان الذي وقف الخميني يلعنه ويتوعده بالفناء. إلى الخواتيم السلبية، نحن لن نقف فقط في وجه كاريش. هلأ ثابت أيام تموز، سجلوا المعادلة الجديدة: كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش. أنتم أردتم حربا مفتوحة، نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة ومستعدون لها، إلى حيفا، وصدقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد حيفا. إذا ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت، سنضرب مطار بن غوريون في تل أبيب. إذا ضربتم موانئنا سنقصف موانئكم، وإذا ضربتم مصافي النفط عندنا سنقصف مصافي النفط عندكم. المعركة معنا شعاعها على طول فلسطين المحتلة، من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية إلى البحر الأحمر، من كريات شمونة، وهون خلي الإسرائيلي يسمع مليح، من كريات شمونة إلى إيلات. موانئهم، محطات الكهرباء تبعهم، في عندهم كم محطة كهرباء تغرق إسرائيل في الظلام، بدهم كم صاروخ بس. اسأليني إنه طيب لو كنت 11 تموز بتحتمل ولو 1% إنه عملية الأسر بتوصل لحرب كالتي حصلت، بتروح بتعمل عملية أسر؟ بقول لك لا، قطعا لا، قطعا لا، قطعا لا.